إقامة البرهان على أن الهالك حسن البنا هو الخارجي التكفيري الأول في جماعة الإخوان، وأن من جاء بعده كسيد قطب وغيره إنما هم متبعون له مطبقون لتعاليمه. يقول في مقالة له في مجلة النذير الإخوانية عام 39 و900 وألف ميلاديا: أيها الإخوان، أدعوكم للجهاد العملي بعد الدعوة القولية. سندعو كل الهيئات إلى الإسلام، فإن أجابوا الدعوة أزرناهم، وإن لجأوا إلى المراوغة والدوران فنحن حرب عليهم ولا هوادة معهم، حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. ويقول أيضا: كان موقفكم سلبيا فيما مضى، ستخاصمون من الآن هؤلاء جميعا في الحكم وخارجه خصومة شديدة لديدة إن لم يستجيبوا لكم. ويقول أيضا: استعدوا يا جنود، خذوا هذه الأمة برفق، وصفوا لها الدواء، فإذا الأمة أبت أوثقوا يديها بالقيود، وأثقلوا ظهرها بالحديد، وجرعوها الدواء بالقوة، وإن وجدتم في جسمها عضوا خبيثا فاقطعوه. استعدوا يا جنود، فكثير من أبناء هذه الأمة في آذانهم وقر وفي عيونهم عمى. ويقول أيضا: من أراد أن يفهم الإخوان فليمسك بمصحفه وليجرد نفسه من الهوى، وليرى ما عليه القرآن، فهذا هو الإخوان. ويقول أيضا: يا قومنا، إننا نناديكم والقرآن في يميننا والسنة في شمالنا، وندعوكم إلى الإسلام. ويقول أيضا: أمر الله المسلمين أن يجاهدوا في الله حق جهاده بنشر هذه الدعوة بين الناس بالحجة والبرهان، فإن أبوا فبالسيف والسنان، والناس إذا ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. ويقول أيضا: ولهذا المعنى نفر المسلمون في أقطار الأرض، فمن أسلم فهو أخوهم، ومن رفض الإسلام جالدوه وقاتلوه حتى يظهرهم الله عليه. ويقول أيضا: نحن أيها الإخوان ولا فخر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منزلتكم، فلا تصغروا أنفسكم فتقيسوها بغيركم، فمن اتبعنا فقد فاز بالسبق، ومن رغب عن دعوتنا فإن الله سيقذف بحقنا على باطله فيدمغه. ويقول أيضا: سيقول الناس ما معنى هذا وما أنتم أيها الإخوان، إننا لم نفهمكم بعد، فأفهمونا أنفسكم وضعوا لأنفسكم عنوانا نعرفكم به، كما تعرف الهيئات بالعناوين. هل أنتم طريقة صوفية أم مؤسسة اجتماعية أم حزب سياسي؟ كونوا واحدا من هذه الأسماء والمسميات لنعرفكم بأسمائكم وصفتكم. فقولوا لهؤلاء المتسائلين: نحن دعوة القرآن الحق الشاملة الجامعة، وطريقة صوفية نقية، وجمعية خيرية، ومؤسسة اجتماعية، وحزب سياسي نظيف. وقد يقولون بعد هذا كله: ما زلتم غامضين، فأجيبوهم: نحن الإسلام. ويقول أيضا: حدود الوطنية ليست بالأرض ولكن بالعقيدة، هم يعتبرونها تخوما أرضية وحدودا جغرافية، أما نحن فكل بقعة فيها مسلم هي وطن عندنا، ولكن دعاة الوطنية لا يعنيهم تلك البقعة الضيقة من الأرض. ويقول أيضا: فكان من ذلك أن اتسع أفق الوطن الإسلامي وسمى عن حدود الوطنية الجغرافية والوطنية الدموية إلى وطنية المبادئ السامية والعقائد الخالصة الصحيحة،
ويقول أيضا: ينبغي لكل أخ أن يخدم الثروة الإسلامية بتشجيع المصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية، وأن يحرص على القرش فلا يقع في يد غير إسلامية مهما كانت الأحوال. ويقول أيضا: ينبغي أن نقاطع المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي، والأندية والصحف والجماعات والمدارس والهيئات التي تناهض فكرتك. ويقول أيضا: ينبغي أن تتخلى عن صلتك بأي هيئة أو جماعة لا يكون الاتصال بها في مصلحة فكرتك، وخاصة إذا أمرت بذلك. وفي حديثه عن أركان بيعة الإخوان وتفرعاتها يقول: مرحلة التكوين تكون باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض. ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية. مرحلة التنفيذ، وهي مرحلة جهاد لا هوادة فيه، وعمل متواصل في سبيل الوصول إلى الغاية، وامتحان وابتلاء لا يصبر عليهما إلا الصادقون. ولا يكفل النجاح في هذه المرحلة إلا كمال الطاعة لقياداتك. وعلى هذا بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين. وأنت بانضمامك إلى هذه الكتيبة وتقبلك لهذه الرسالة وتعهدك بهذه البيعة تكون في الدور الثاني، وبالقرب من الدور الثالث. الثقة في القيادة، اطمئنان الجندي إلى القائد في كفاءته وإخلاصه اطمئنانا عميقا ينتج الحب والتقدير والاحترام والطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقائد جزء من الدعوة، ولا دعوة بغير قيادة. وعلى قدر الثقة المتبادلة بين القائد والجنود تكون قوة نظام الجماعة. وأخيرا يقول أيضا: سيستخدم الإخوان القوة العملية حين لا يجدي غيرها، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء، سينذرون أولا وينتظرون، ثم يقدمون في عزة وكرامة، ويتحملون كل نتائج استخدامهم القوة بكل رضا وارتياح.